لما نزلت الفيديو اللي اتكلمت فيه عن النقلات المانيوال في الفتيس الاوتوماتيك، ناس كتير دخلت تسالني ليه وازاي نستخدم النقلات مانيوال. ليه انا جاوبت عنها خلاص، ازاي هنقولها في الفيديو ده. اولا، اغلب الفتايس الاربع غيار هنلاقي تحت الدي نقلتين، نقله مكتوب عليها ال او رقم واحد، ودي لو جبتها الفتيس هيفضل ماشي على الغيار الاول ومش هينقل عنه ابدا، وده هتستخدمه في حاله ان انت تكون طالع مطلع قوي جدا او انك بتشد او بتقطر عربيه فمحتاج اعلى عزم للموتور. تاني واحد هو رقم اتنين، وده معناه ان انت بتقول للفتيس خلي اعلى غيار ليك هو الغيار التاني، مهما حصل ما تعلاش عنه. فلو العربيه احتاجت تنقل هتروح من الاول للتاني، بس مهما حصل عمرها ما هتروح للتالت او الرابع. بعدها النقله اللي مكتوب عليها الدي، وساعتها انت بتدي التحكم الكامل للفتيس، هو ينقل براحته طالع او نازل على حسب سرعه العربيه. فلو انت نازل منزل قوي جدا هتبقى محتاج تدي العربيه الغيار التاني او حتى الغيار الاول عشان الموتور يساعد مع الفرامل، وعلشان مع المنزل لو سرعه العربيه زادت ما يخليهاش تنقل لغيار اعلى وسرعتها تزيد اكتر، وانت اصلا نازل منزل قوي فالموضوع ممكن يبقى خطر عليك. نفس القصه بالظبط في الفتايس اللي الغيارات بتاعتها اعلى من 4 غيارات، سواء 5 او 6 او 7 او 8 او حتى 9 نقلات. الفرق ان هو بدل ما بيرص لك الغيارات كلها تحت الدي وساعتها مش هيلاقي مكان يحطها فيه، راح عامل لك زقه للجنب وحاطط لك عليها علامه زائد وناقص. عايز تزود غيار انقل على المانيوال وزق زقه ناحيه الزائد، عايز تنزل غيار زق زقه ناحيه الناقص، والغيارات هتبقى ظاهره قدامك على الشاشه بتاعه العدادات. الفتيس بيبقى متبرمج في حالات الاستخدام السيء، يعني عمره ما هياخد غيار غلط والتروس تتكسر. الكنترول بتاعه فاهم كل الاعيبك ومش هينولها لك.